السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده قراءتنا مع برج الجوزاء، قراءة عاطفية الاسبوع الاول من شهر نوفمبر 2023. بس قبل ما ابدا القراءة فضلا وليس امرا ما تنسوش شير لايك اشتراك في القناه تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. بالنسبه للقراءات المجانيه بتتابع بس ما بيش على القناه، اما القراءات الخاصه بسيب لينك الفيسبوك رقم الواتساب صندوق الوصف تقدر تتواصل مع الحجز قراءتك الخاصه. يلا بينا برج الجوزاء نشوف اسبوعك الاول من شهر نوفمبر 2023 عاطفيا هيقول لك ايه. برج الجوزاء هنتكلم عنك انت الاول. انا شايفه ان انت صادد العلاقه ديت بشكل كبير ونافر منها، وكانك اكتفيت من كتر اللي حصل في هذه العلاقه فعايز تمشي وخلاص. لان الواضح ان انت سيفن اوف وانس، انت بتصد العلاقه وبتصد نفسك وبتحاول تتشافى وبتحاول تسيطر على مشاعرك، بتحاول تخرج الشخص دوت من افكارك على قد ما تقدر، كانك عايز بدايه جديده. حتى لو ان انت هتتحمل زياده، يعني هتنهار او هتتعب او هتعيش وضع صعب او نفسيا هتتدمر بسبب بعدك عنه او صدك عنه، الا ان انت مقرر ده يا برج الجوزاء بشكل كبير، ويمكن ان انت اعلنت هذا القرار لهذا الشخص الفترة اللي فاتت. طب انت ليه عملت كده؟ انت عملت كده بسبب ان العلاقة دي كل شوية في حال، عندك وولد وعندك 6 اوف كابس، كل شوية في حال. شريكك انا اعتقد انها عنده علاقة من الماضي، الشخص ده عنده علاقة من الماضي، واعتقد برضو ان العلاقة ديت واخداه منك دايما، او مش مدياله فرصة ان هو يعمل لك حاجة، او هملك او ظلمك او ظالم حقوقك معاه. فانت شايف ان انت الشخص دوت جاي عليك وعلى حقوقك بسبب علاقة من الماضي او بسبب وضع عائلي هو عايشه معين، فمش قادر يتخلى عنه ولا قادر يتخلص منه، في نفس الوقت مش بيديلك حقوقك، ودايما موقف علاقتك معاه محلك سير ومتقلب معاك بشكل كبير. بحجة بقى مثلا لو هو متزوج ان هو عنده اطفال، او هو عنده زوج او عنده زوجة، بحجة ان انا عندي بيت لازم ان انا يعني احافظ عليه طبعا. يعني لو هو دي حججه عموما في كل العموم، اي حد عنده بيت فلازم يحافظ عليه. يعني هو برضو موقفه مش وحش، هو عنده بيت وعنده ولاده مثلا، لو هو دوت السكس اوف كابس، او عنده علاقه من الماضي مثلا مأثره عليه او واخده وقته او واخده كل حاجه، فدوت بقى انت شوف انت طاقته ديت رايحه على فين بالظبط معاك. هل هو اوريدي متزوج، او كان متزوج، او كان عنده علاقه من الماضي ومأثره عليه؟ في كل الاحوال فهو عنده حق يخاف او يقلق او مش عارف يديلك حقوقك. خلاص، مش دي مشكله. مشكله ان هو عنده حق ان هو يخاف ويقلق ومش عارف يدي حقوقك او ظلمك او جاي عليك، لكن في نفس الوقت يا برج الجوزاء ان هذا الشخص يعني مش صريح مع نفسه، يعني مش واخد قرار يا يا لا. هو عمال كل شويه يدي فرصه للعلاقه بينك وبينه ويديلك امل ويخليك تعلق املك عليه، وفجاه الشخص ده يتقلب ويمشي. فهو بيجي بمزاجه وبيمشي بمزاجه، وهو اصلا نفسه مش مصارح نفسه هو عايز ايه. تمام؟ فتحس ان هو مهزوز قدام قراراته، مش عارف ياخد قرار سليم. انت بقى انت زي ما قلت لك انسحبت من هذه العلاقه، بتعيد تقييم امور كتير جدا في حياتك، وبتحاول تبدا حاجات كنت بداتها وسبتها، وبتحاول تبني نفسك من جديد، بتحاول تنهي العلاقه ديت على قد ما تقدر وتتشافى منها. وبتشوف ان هذا الشخص حاليا ربما عنده طاقه غضب اتجاه تصرفك او افعالك، او ان انت ما انتظرتوش، او بيرمي اللوم عليك في بعض الحاجات بينك وبينه. يعني رغم ان هو اذيك او ظلمك الا انه برضه بيلقي اللوم عليك.
وعايز هذه العلاقه وعايزك تستمر، خلي بالك معاه، بس مش عايز يظلم الطرف الاخر او مش عارف يديلك يعني قدرك الطبيعي. برج الجوزاء انت ساسان سوري هو ذا صن ذا مون، هو عايز الحياة بينك وبينه وعايز العلاقة اللي بينك وبينه، ولكن زي ما قلنا وضع من الماضي او سر بيضاهب الشمس اللي معانا او قوة الايجابية او الحياة اللي هو عايزها معاك، فبيخلي الشخص ده مضطرب ما بين شوية اتمسك وشوية اتخلى، متقلب في العلاقة معاك، ودوت انت نفسك ما بيحسسكش بالامان في هذه العلاقة. مشاعره يا برج الجوزاء عنده جاستس وعنده الكينج اوف كابس، يعني حاسس ان هو ظلمك او جاي عليك، ولكن كأن الشخص دوت محتاج شوية وقت، يعني كأنه مثلا بيقول لك انا ظلمك او جاي عليك بس استنى شوية وقت، ما تاخدش قرار وتتسرع فيه وتمشي وتسيبني، انت ما تمسكتش بيا بما يكفي. فاهم؟ اللي هو كأنه بيلقي برضو اللوم اللوم عليك. عنده مراقبة قوية اتجاهك يا برج الجوزاء، بيفكر فيك بشكل كبير جدا ومن داخليا متمسك بيك، وبيلقي اللوم عليك في عدم الانتصار او طريقة تعاملك معاه الفترة دي. كينج اوف بنتكل في طاقته ان هو شايف ان هو كده صح او طريقته صح، وانه من الغلط انه يعمل حاجة عكس اللي بيعمله حاليا، ورغم ذلك ان هو شايف ان برضه هو بالنسبة لك فرصة لازم ان انت تحتفظ بيها، لان هو واثق انه بيحبك وواثق ان انت كمان بتحبه، فعنده الحب، يعني ما دام بنحب بعض ليه بنسيب بعض؟ ليه ما نستناش بعض؟ ليه ما نصبرش على بعض؟ خلاص. هنا بيشوفك ان انت الكينج اوف ثورت، ان انت قررت قرار صعب جدا ولكن قمت بعمله فعلا، انت ماشي عليه دلوقتي حتى لو مشاعرك من جواك بتتقطع عليه. كينج اوف وانس ايش اوف وانس، بفكر فيك وعايزك وعارف ايه الاخطاء اللي بينا وايه العقبات اللي موقفاني عنك. يمكن مش حاسس بالامان دلوقتي ولكن واثق ان هقدر احل الامور دي بعدين، وهعرف اتمسك بيك، وزي ما بيقولوا كده يعني اللي انا مش قادر اعمله دلوقتي هقدر اعمله بعدين. خطوات برج الجوزاء اتجاهك الفترة اللي جاية، انا شايفة ان الشخص دوت بيحاول ان هو يكسب ثقتك مرة تانية، بيتواصل معاك او بيكلمك بيديلك حلول لوضع العلاقة او لوضعية العلاقة اللي بينك وبينه الفترة ديت، وبيبتدي يوعدك بوعود ويطلب منك الانتظار. سيفن اوف سورد، حتى لو انت عايز تعمل دوت ولكن حاول ان انت تسيطر على مشاعرك، ما تخليش مشاعرك تتحكم فيك في هذه العلاقة. 1 2 حاول تدور وراه وتتأكد من صدق كلامه. في قوة جذب كبيرة بتجذب بينك وبين هذا الشخص يا برج الجوزاء، واعتقد ان هذه علاقة قدرية، وهيحصل تشافي الفترة المقبلة وتغيير وتحول كبير جدا جدا، وفترة الغيوم او عدم الاستقرار اللي انتوا عايشينها ان شاء الله هي على وشك الزوال. هناك شخص بينك وبين هذا الشخص او الشريك بيفرق ما بينكم او لابس قناع او بين الاخبار مش صحيحة او بيحاول يفرق ما بينك وما بينه. حاول تنظف نفسك من اي طاقة سلبية ربما تؤثر على علاقتك بالشريك. اسمح لقلبك ان هو يستمتع باللحظة مع شريكك، لان شريكك ربما يكون بالنسبة لك توأم روح. هناك امرأة بتؤثر في حياتك يا برج الجوزاء بشكل كبير، احذر منها. بتأثر على حياتك العائلية، بتأثر على حمايتك، بتأثر على استقرارك، بتأثر على بيتك، احذر منها برج الجوزاء، لأن أعتقد إن أنت يعني هتتخلص منها على المدى البعيد مش القريب. أهم حاجة الفترة اللي جاية اتبع شعورك، لأن ربما
توقعك في اخطاء او مكايد كتير جدا. فلو اتبعت شعورك هتقدر ان انت تفتح بابها، وتقدر ان انت تخرجها، وتقدر ان انت تتجاوز هذه المرحلة بسلام. ستصلك صباح الغد معجزة ستحل مشكلتك المالية. أنت الشخص الذي يستحق امتنانك أكثر من أي شخص آخر. الفترة اللي جاية مش لازم صباح الخد يعني بكرة، الفترة اللي جاية هيكون عندك إن شاء الله حل لأي مشكلة مالية أنت بتعيشها. حاول تقدر نفسك وتهتم بنفسك، لأن حبك لنفسك واهتمامك بنفسك وتقديرك لنفسك هما مفتاح كل حاجة في الدنيا يا برج الجوزاء. قدرت نفسك، حبيت نفسك، اديت لنفسك فرصة، يعني احترمت وقدرت شخصك، صدقني هتلاقي كل اللي حواليك يا جوزاء بيقدروك وبيحترموك وبيدولك قدرك ومكانك، حتى لو هم نفسهم مش حاطين لنفسهم الحتة ديت. ليه؟ لان احنا اللي بنجذب طاقتنا، مش هي اللي بتجذبنا. طاقات الابراج اللي نزلت معانا النهارده ناريه، ترابيه، هوائيه، مائيه، كل الابراج نزلت، ولكن الابراج الكبيره كانت الاسد، الثور والعذراء والجدي والسرطان والقوس والحمل والاسد والدلو والعقرب والميزان. بكده تكون خلصت قراءتنا مع بعض. شكرا لكم واشوفكم على خير. هتوحشوني جدا جدا، مستنياكم في قراءات تانية كتير. ارجو لو عجبتكم القراءه تنسوش لايك، اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. باي باي.